عائلة فقيرة ضمن قاطعك، والله يبارك بالجميع ان شاء الله. وانا جدا اشكرك حبيبي واشكركم. اذا اعزائي المشاهدين الكرام متواصلين وياكم من لما ندخل البيت العائله ونفرحهم ان شاء الله. ناخذ فاصل نبين به استقبال السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه الدكتور نصار الربيعي للعائله، وراجعين وياكم. خليكم ويانا، نلتقيكم في داخل الدار. خليكم ويانا. السلام عليكم استاذ العزيز، شلون الصحة؟ الله يبارك فيك. الله يحييك استاذ فاضل، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. أبو المدرسة تعالوا. تعال حبيبي، تعال عمو. يعني هذا البتش الناس هذا. عليك مدرسة تروح لها وما لك علاقة، ما حتى لو ما مشمول بضوابط الدولة. 50 كل شهر 50,000 حتى يواصل بالمدرسة إن شاء الله تعالى. تسلم لي. هذا يوصلكم شهريا. تسلم لي. يعني ما يعني من إن شاء الله تعالى. إذا هاي أخلاق الوزير اللي حكينا بها. وإذا اكو إمكانية هم خارج العراق هسه راح نشوف هاي الإمكانية هسه من خلال إخوان المسؤولين عن هذا الموضوع، والقرار بعد معاملات تصويرية مع الدولة إن شاء الله نتم هذا. والشمول للرعاية احتبادية انتم ان شاء الله ضمن الضوابط مشمولين ان شاء الله. وهاي ان شاء الله تعالى هسه الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يلا استريحوا. متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين الكرام من مكتب السيد وزير العمل الاستاذ الدكتور نصار الربيعي. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك استاذ علي. دكتور طبعا نقدم لك شكرنا باسم كل الفقراء اللي حضرتك واقف وياهم. شكر باسم اداره قناه المسار الفضائيه، والله يبارك بيك والله يديمك ان شاء الله. مع الوزير الحلقة اللي ظهرت الأسبوع الماضي وحضرتك تفاعلت وياها وخابرتني وكان صوتك تعبان، لأن أنا متأكد من قبل تفاعلك ويا ناسك وأهل شعبك. شفتم حضرتك شو اللي تقدر تقدمه كدكتور نصار الربيعي كإنسان وكوزير عمل؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكرك كثيرا على الجهود وعلى البرنامج. أساسا أنا استحدثت لجان سميها او مشروع خاص بنا كوزاره، الشبكه تصل اليكم. يعني انا ارسل فرق تصل لاماكن كثيره من خلال سؤال الناس، نصل للمعني اللي يحتاج وما واصلنا او ما يعرف اكو شيء من هذا القبيل، فانت جزء من هذا الفريق. يعني الفريق اللي نقول اللي المجاني صار يعني يعمل شرف معانا وكاشف لامور كثيره قد ما تصلها الشبكه. شرف كبير. الاخ الاب مساله طبيعيه ان شاء الله تعالى، اجراءات منح الراتب سوف تتم، الان راح اصادق عليها وتتحول للجنه. اما الاخوات انا اتصلت بالاخ مدير عام مسؤول الاستاذ علي الدلفي، مسؤول عن موضوع ما يتعلق بالسفر خارج العراق، وان شاء الله ستستكمل هذه الاوليات وفق الضوابط اللي عندنا. انا متاكد ان شاء الله سيتم تسفير الاخت لسه ذكرنا الاخت ورود والاخت فيما يتعلق بالاطراف. نشوف شلون الضوابط بهذا الاتجاه. اما ان تكون على النفقه اللي هي الامانه العامه المديريه الخاصه المستحدثه، او يتم تسفيرها خارج العراق لاجراء اللازم، ايضا مو على نفقتهم، ايضا على نفقه الدوله. الابن اذانا ايضا شخصيا حقيقه، وماكو فد شيء عندنا قانوني يسمح باعطاء راتب، بس هذا شيء شخصي راح يصل له شهريا 50,000 دينار من الان راح نسلم له مال هذا الشهر حتى يروح شخصي حتى يستكمل دراسته ويكون مسؤول عليه. حقيقه انه انا يعني حقيقه اذانا من قال اريد ان
اداهم بالمدرسه، فان شاء الله تعالى. الله يبارك. فهاي كامل، فالاجراءات كلها ماشيه واصوليه ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك وشكرا على تعبك. واستاذ علي اذا تحب يتحدث عندك شيء تقدر تعلق؟ احنا نوجه دعوه خلي ان شاء الله ان شاء الله بعد انا اكمل مع حضرتك. عشان يعلق على الكلام المكان مال هسه الكاميرا. استاذ العزيز، طبعا تعرف حضرتك انا محمل بهموم كثير ناس، وبصراحه نشوف الثقل عليك فما نقدر نضغط عليك اكثر. يعني اذا اشوف انا شفت الازدحامات اللي بالباب وهذه، والله يبارك فيك على عملك. شخص ضاقت به السبل فجاب غراضه امام مركز شرطه في بغداد، وراح انطيك العنوان مالته بعد التصوير. هسه تكلف اللجنه الشبكه تصل اليكم الله يبارك وتوصلهم ان شاء الله تعالى. هذا الرجل لما اجى الامر مال مركز الشرطه، طبعا من حقه اكو ضوابط، يعني ما يصير مركز شرطه ويسكن بها انسان هو وعائلته وهذه، بس هو من ضغوطات الحياه اللي عليه. فاجت الاخت المشرفه على السجناء اخذتها لبيتها. قبل لحظات اتصلت بها الاخت، بيتها مجرد غرفتين، وهذا هو وعائلته في بيتها في سكنها. هذا يناشد وزاره العمل براتب للرعايه الاجتماعيه. اشكركم كثيرا ايضا على ايصال هذه الحاله الينا. ما دام مكفوف يكون مشمول هو واولاده. هذا مو مكفوف، المكفوف راح نجي هو وبناته، هذا مو مكفوف هو هذا، لكن بحاله نفسيه ضغوطات الحياه. يعني اذا كان مشمول بالضوابط اللي عندنا يراجعونا ان شاء الله تعالى، وان شاء الله مشمول براتب الرعايه. موضوع المكفوف نعم. اللي ظهر بحلقه يوم امس ان شاء الله من قناه المسار الفضائيه، هذا مكفوف هو وبناته الاثنين وزوجته وياه، بس زوجته اللي تشوف. هذا مكفوف ويشتغل عامل بالعماله. تصور مدى ضغوطات الحياه ومدى قساوه الموضوع. يقول اشتغل يوم، اللي يطلعني يوم يعني عطفا عليه، لكن ثاني يوم ما يطلع عليه ما راح يستفاد من عنده. نعم. هذا ايضا يناشدكم براتب مشمول ان شاء الله تعالى، بس يوصلنا. اذا تعطينا عنوانه احنا الشبكه تصل اليكم، هي اللي تذهب الى ان شاء الله ونستكمل المعامله، او اذا تعرف وسيله اخرى يعني نعرضها لجنابكم، سياره منها تطلع وما عندها مانع. اذا اليوم هسه الان تندل العنوان، هسه سياره من الوزاره تجيبهم وتجي حتى نكمل الاجراءات. الله يبارك. يعني بكل الاحوال هو مشمول لانه مكفوف. اذا هاي فرحه نفرح ان شاء الله من وزاره من الان احنا حاضرين هسه الان السياره تروح تجيب. تسلم لي معالي الوزير. معالي الوزير، كثير ناس روجوا معاملات لفتره 3 سنوات، لكن بعدها ما استلموا طبعا. هاي بالايام بالسنين السابقه يعني مو تسلم حضرتك للوزاره. بعدين ارتبط بدائره معينه، يقول لك انا 3 سنوات حر وبرد وكراهه ويروح للمصرف تعال للمصرف تعال وزاره العمل معاملات هذه، وما طلع له راتب. هسه اخرا هو تحين بدائره معينه، يقول هاي 3 سنوات